الصراحه هذه الواقعه تلقيناها واحد المعاناه كبيره، واحد الاسى باش تلقى معلومه من الشارع كتردد كتدخل ضمن الطابوهات، لان كاين واحد المحاولات سواء من العائله ديال الاسره ديال خصوصا الاب ديال البنت ولا من المحيط ديالها. الناس كلشي تخوفوا فاش كيقولوا دي واقع واحد الواقعه هنا، كتقول لهم ودي شنو الاجراء، واش مشيتوا للامن، واش درتوا الاجراء؟ كيقول لك لا ما قدينا على صداع. يعني الطابوهات وهذا المشكل ديال ما قديناش على صداع باقي كيكتفنا في المجتمع للاسف الشديد. الواقعه بالضبط استاذي الكريم هو انه خلال الايام القليله الماضيه كانت تيكيوين على موعد مع واحد الحادث مؤلم بزاف، واللي كيتمثل في محاوله انتهاك عرض واحد الفتاه قاصر اللي كتبلغ من العمر 10 سنوات بالضبط من طرف واحد الشخص اللي كيبان بانه بالغ داخل واحد المحل تجاري، تحديدا واحد المحل ديال الدجاج. هاد البنيه خرجت من الدار ديالهم اللي قريبه بزاف من هذا المحل باش تقضي الغرض ديالها. غالب الظنون وحتى اللي استقيناهم حتى من عند الناس ولا حتى من عند الضابطه القضائيه، غالب الظن بان هذا الشخص كان كيتربص بهذه البنت هذه تبع على هذا المحل، يعني مارس شي ممارسات لا اخلاقيه يندى لها الجبين، وصعيب باش نشوفوها للاسف الشديد، وكيمسها في المناطق ديالها الحساسه. هذا الحادث كامل غتوثقوا واحد الكاميرا اللي كاينه داخل هذا المحل التجاري. هذه طفله 10 سنوات استاذي الكريم، 10 سنوات وواحد البنيه ديالها يعني نحيفه، والشخص هذا كيف ما قلت لك ما عرفتش واش غادي يدخل في نطاق ديال لي بيدوفيل. حسب المواصفات انه عنده ملتحي نسبيا، هادو هما المواصفات اللي كاينين. من هذا المنبر اللي بغيت نقول هو اننا حنا كمنظمه وطنيه لحقوق الطفل دخلنا على الخط ديال هذه الواقعه هذه، تابعنا المستجدات ديالها. هذا الصباح هذا كنا في اتصال مباشر مع الناس ديال الامن في تيكيوين. دون مجامله غنشكر الضابطه القضائيه بتيكيوين اللي عطات الموضوع ما يستحقه من عنايه واهتمام. يعني في واحد الظرف زمني قياسي تم ايقاف واحد المشتبه به يحمل نفس الصفات اللي دلات بهم البنت، لانه بين قوسين غنشير واحد المعلومه، الشخص كان عاطي بالظهر ديالو الكاميرا، الملامح ديالو ما واضحاش بشكل كبير. الضابطه القضائيه بتيكيوين عملت على الايقاف ديال هذا الشخص هذا، غادي تجيب الاسره والابنه المعنيه في الليل، يعني ما تسناوش حتى النهار الاخر، يعني نظرا للحساسيه والثقل ديال الملف غادي يجيبوا البنيه، غادي تشوفوا، غادي تنفي بانه هو، يعني بعد ما كانوا الناس ديال الامن كيف ما كيعبروا هما قال لك استبشرنا خيرا باننا درنا لي الدين ديالنا على هذا المجرم اللي خصو يوقف عند الحد ديالو. كيلقاو راسهم انهم خصهم يعاودوا يبحثوا من جديد. السيد رئيس مصلحه الشرطه القضائيه فاش مشيت عنده الصباح على غفله كنلقاه حاط الملف ديال البنت من الاولى والاولويات ديالو، يعني حاطه على البيرو ديالو ومباشر المهام ديالو، مشرف شخصيا على الابحاث، ونتمنوا انه يتم ايقاف هذا الشخص في القريب العاجل ان شاء الله. للاسف الشديد هذا الشيء هذا ديال بحال هذه الاحداث هادو المؤسف جدا جدا هو انها ولات كتنتشر، خصوصا كيف ما قلتوا داخل المجتمعات المحافظه. وشنو اللي غادي يخليها تنتشر في المنظور ديالنا هو اننا باقي كندخلوها في المجال ديال الطابوهات. يعني كنقولوا تقدر انا بنتي ولا اختي تتعرض لشي حادث ونقول انا حشومه، المجتمع غادي يضحك عليا فلان وفلان وفلان وفلان. لا اكثر من ذلك هو ان المحيط ديالنا حتى هو كيف ما قلت لك في هذه الواقعه اللي غنعطي بها الدليل، هو ان كاينين الناس اللي شافوا الفيديو في البدايه ديالو وانهم ترددوا باش يبلغوا الجهات الامنيه. علاش ترددوا باش يبلغوا الجهات الامنيه؟ كيقول لك لا ما قديناش على صداع. هذه القضيه ديال ما قديناش على صداع هي اللي كتخلينا ديما اللور، وكتخلي اليوم كانت هذيك البنت اكس، غدا ولا بعد غدا تقدر تكون بنتي انا وبنت الاخر وبنت الاخر. من هذا المنبر هذا كنوجه واحد النداء، هو اننا خصنا جميعا سواء كفعاليات مجتمعيه او لا كحقوقيه او كمواطنين نكونوا صف الى صف مع القضاء الذي لا يتردد في انزال اشد العقوبات على بحال هذه الحالات هذه باش ننقوا المجتمع ديالنا منهم. نعم، يعني هو كيبقى النداء موجه اولا الاباء والاسر اللي خصهم يديروا التوعيه للابناء ديالهم. خصنا نواكبوا واحد الحملات ديال التوعيه بالتنسيق بطبيعه الحال مع فعاليات المجتمع المدني. خصنا نديروا واحد التوعيه لدوك الوليدات، وخصنا ما نبقاوش نديروا لهم الزجر. ينفوا يجي مثلا الابن ولا البنت يقول لي راه تعرضت لواحد الحاله انني نعاقبه ونخليه يخاف، بالعكس خصني نفتح يكون الباب مفتوح مجال النقاش مع الابن ديالي ولا الابنه ديالي. ينفوا غادي يبلغني، غادي ندي عند الامن راه كاينين الناس اللي مختصين بالاحداث غادي يواكبوه يعني بالطريقه اللي خصها تواكب. ايضا كنوجه النداء للمؤسسات التعليميه، المؤسسات التعليميه خصها ايضا تنهج واحد البرامج على اعتبار انها كتشكل واحد المجمع ديال التلاميذ، تنهج واحد البرامج اللي تكون ممنهجه باش توعي الوليدات ديالنا بهذه المسائل هادو.